بيبدأ الأنمي بتاعنا بمشهد لوحش عملاق وبيكون غضبان جدا وبيهجم على مجموعة من الناس وبيكونوا خايفين منه وبيجروا، ومرة واحدة بينضرب على الوحش سهم وبينفجر في ايدين العملاق وبيظهر بطلنا وبيهجم على الوحش ومعاه السلاح بتاعه وبيبان ان عنده قدرات خارقة في استخدام السيف بتاعه، وبعدها بيطير في الجو وبيهجم بالسيف بتاعه على الوحش. ساعتها الوحش بيتدمر وبيحصل انفجار كبير في المكان، وبعدها بيظهر بطلنا في وسط النار وبنعرف ان اسمه تشينو. كل ده بيكون جوه لعبه، وبطلنا ده بيكون واحد من المحترفين في اللعبه دي وكمان متصنف عالميا. ده مش كده وبس، لا، بطلنا في كل بطوله كان بيدخلها كان بيحط على الكل، وبسبب القدرات اللي عنده دي وان محدش يعرف يقف قصاده سموه باسم القاتل الشرس. وكل اللاعبين بيعملوا له الف حساب، وبنشوف تشينو قاعد يلعب اللعبه ومستني السيزون العاشر ينزل، وبتدخل عليه واحده صاحبته واول لما بيشوفها بيقفل الكمبيوتر وبياخد كارت الاحتراف معاه وبيروح بعدها للشركه اللي بيلعب باسمها في كل البطولات. اول لما بيدخل تشينو بيرحب بيه المدير جدا وبيقول له بالمناسبه دي احب اعرفك على اللاعب الجديد اللي هيلعب باسمنا وانه هياخد مكانك وهيكون القائد للفريق، وهتعرف بعد شويه يا عزيزي ليه عملوا معاه كده. ويا ريت المدير اكتفى بده، لا كمان قال له شخصيتك اللي بتلعب بيها دي هتسلمها دلوقتي للقائد الجديد. وبيرد عليه القائد الجديد بسخريه وبيقول له حاجه تحزن بجد انك تلعب بشخصيه لمده 10 سنين وبعدها تسلمها لواحد تاني عشان يلعب بيها. ويا ريته اكتفى بده، كمان فضل يقلل منه من مهارات تشينو وانه خلاص كده كبر وما عادش هيجيب بطولات للشركه تاني. تشينو بيكون ماسك اعصابه وواثق من قدراته وبيروح للقائد الجديد عشان يسلمه البطاقه بتاعته، وتشينو بيسلمه البطاقه وبيقول له اتمنى انك تلعب عشان اللعبه مش عشان تتفخر بنفسك. وهو ماشي بعدها بيقول له المدير قبل ما تمشي حابب افكرك ان العقد بتاعك لسه ما انتهاش وانك لازم تفضل شغال في الشركه دي، بس يعتبر تفضل شغال تحت التدريب. طبعا كرامه تشينو مش بتسمح له وبيقول له انهي العقد بتاعي دلوقتي طبعا. والبنت بتحاول تعاله عشان كده هتحمل غرامه ماديه كبيره جدا، والمدير عشانه حنين وبيفهم في الاصول مش بيرضى انه يدفعها حاجه، لا ده بيرمي له كارت كده، كارت الاعتزال، وبيقول له انك لازم تمضي على الكارت ده قبل ما تمشي. والبنت بتسحب منه الورقه وبتقول له لو مضيت على الكارت الاعتزال ده مش هتقدر تلعب اللعبه دي كاحتراف لمده سنه كامله. طبعا تشينو مش بيهمه واهم حاجه عنده كرامته، وبيسحب الورقه وبيعتذر وهو جواه بيقسم بالانتقام من الشركه دي وانه هيرجع يلعب اللعبه من تاني وهيحط على اي حد يقف قصاده. وشكلنا كده يا عزيزي قدام تحدي كبير مع بطلنا تشينو. وبتجري عليه البنت بعدها وبتقول له انت هتعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لها هرتاح السنه دي وبعدها هرجع احط على الكل. وهو ماشي في الطريق بيعدي من قدام سايبر وبيدخل لهناك وبيحجز جهاز كده وبيروح يقعد عليه، وشكل كده بطلنا حابب ينتقم من بدري قوي يعني. وفي طريقه للجهاز اللي هيقعد عليه بيلاقي واحده بتلعب نفس اللعبه بتاعته وبتكون عماله تخسر، وفي كل مره البنت بتتعصب وبتفضل تخبط على الكيبورد وبتحس خلاص كده ان شكلها بقى وحش وانها المفروض تمشي دلوقتي، وبتقوم من على الجهاز على طول وهي ماشيه وبتقول لنفسها انا حاسه اني مش بعرف العب وان مجرد بوته والنهارده بس خسرت 53 جيم. لا بصراحه ده انت لو لسه عندك شك فانت لازم تتاكدي انك ما بتعرفيش تلعبي. وبتفتكر ساعتها انها نسيت تسجل خروج من الحساب بتاعها وبتجري عشان تسجل خروج، وبتلاقي بطلنا تشينو قاعد يلعب بحسابها، واول لما بتروح عليه بتلاقيه كسب الجيم في 40 ثانيه بس. وبيقول لها تشينو معلش انا اول ما قعدت كانت المباراه بدات عشان كده انا قعدت وكملت الجيم. والبنت بتكون مصدومه جدا انه قدر يكسب الجيم بالسرعه دي، وبتفتكر ساعتها انه اكيد شخص من المحترفين وتابع شركه معينه، بس بتقول لنفسها انا عارفه كل الشخصيات ما عدا واحد بس شخصيته مجهوله وهو تشينو محدش عارف عنه حاجه. وبتكون مبسوطه جدا انه ممكن يطلع هو، لحد لما بتيجي عليه البنت اللي حاجز معاها الجهاز وبتقول له اتفضل خد بطاقتك يا ريو، وساعتها بيجي لها احباط لما بتعرف انه مش تشينو ولكن سبحان الله هو تشينو. والبنت دي بتكون صاحبه المكان وبيطلب منها تشينو انه يشتغل عندها، وبيجي يولع سيجاره بس هي بتمنعه وبتقول له ممنوع التدخين هنا، وبتقول له قبل ما اوافق على شغلك لازم تكسبني في جيم. طبعا هي ما تعرفش انه من اعظم اللعيبه وبيقول لها مش هقدر العبك انا اديت الحساب بتاعي لصاحبي، وبتقول له خلاص مش مشكله ابدا حساب جديد النهارده وخصوصا ان السيزون هيبدا بالليل. وهو بيعمل حسابه الجديد بتساله المديره انت بالك قد ايه بتلعب اللعبه دي؟ بيقول لها انا بقالي 10 سنين. وساعتها بتنصدم جدا البنت لما بتسمع الكلام ده لانهم بيعتبروا اللي بيلعب اللعبه من 5 سنين يعتبر من الناس القدامى. وبيجي ميعاد السيزون وكل اللعيبه بيجهزوا نفسهم عشان السيزون هيبدا وكله بيكون مستعد ومتحمس جدا، والسيزون بيبدا والكل بيسجل الدخول في اللعبه ما عدا صاحبنا بيكون لسه عمال ياكل وبيقرا في الدليل اللعيبه الجدد. وبتستغرب منه المديره جدا خصوصا المفروض بقاله 10 سنين يلعب اللعبه، وبيقول لها تشينو نفسه ايه ده انت تعرف تشينو؟ بترد عليه وبتقول له اكيد طبعا ده اعظم واحد بيلعب اللعبه دي. بيضحك عليها وبيقول لها انا تشينو نفسه. وساعتها بتقول له المدير قرب كده انا عايز اقول لك على سر، وانا البنت سو وهي دي البنت اللي كانت شفناها مع تشينو في الاول، وبتكون واحده من المحترفين وبيفهم تشينو ساعتها
انها بتتريق عليه وانها مش مصدقاه، وخصوصا انه عارف صوف الحقيقيه، وبيكرر لها كلامه وبيقول لها انا فعلا شينو، وبتفضل تضحك عليه المديره وبتتريق على كلامه. بيبدا تشينو اللعبه من الاول، بيعمل شويه مهمات كده عشان يترقى فيها، وبعد ما بيخلص المهمات بيروح على مكان سري وبياخد منه السلاح، وبيفتكر انه من 10 سنين وهو بيلعب اللعبه دي كان لسه بيدور على السلاح ده، والسلاح ده بيكون لسه عايز يتطور، بس تشينو بيكون واثق في قدراته وانه هيطور السلاح ده في اسرع وقت. وبتجيله رساله على الحساب ان في مهمه هتبدا، وبيبدا اول جيم لبطلنا في الغابه الضلمه، وبيكون معاه 3 من الاشخاص، ودول بقى الفريق بتاعه كلهم بيكونوا اول مره يلعبوا اللعبه دي. وبيظهر مره واحده قدامهم شخص وبيكون اسمه يوري، وبيكون معروف في اللعبه دي بس بيكون على قده بالنسبه لشينو طبعا. اول لما بيشوفوه الفريق بيطيروا من الفرحه، ويورو بيكون مغرور جدا، والمهمه اللي هم فيها بتكون صعبه جدا، ولو كسبوا في اول يوم من السيزون اسمهم هيسمع في اللعبه كلها. ومره واحده بيظهر نمر اسود عملاق وبيهجم مع واحد من المبتدئين، وبيساعد تشينو عشان يكون عنده قدره على الشفاء، وبيقول ليوري حركه حلوه منك، اركن دلوقتي على جنب واتفرج على قدراتي. وبيهجموا هم الثلاثه ومعاهم يوري على الوحش، بس كل ده في الفاضي، وتشينو بيكون واقف بيتفرج، والاربعه بيكونوا محاصرين من الوحش وفي موقف وحش جدا بصراحه. ويورو بينسحب من القتال، وبالنسبه لشويه مبتدئين فبيزعلوا احلى زعل يعني. وبيأمر يوري تشينو انه يعالج كل اللي في المكان، وتشينو بيحاول يعالجهم، والوحش بيخلص عليهم واحد ورا التاني. تشينو بينسحب من القتال وبيسيب يوري لوحده، والوحش بيهجم على يوري، ويوري بيكون في وضع صعب جدا وبيطلب من تشينو مساعده، وتشينو بيكون قاعد على جنب وبيعرف تشينو يوري انه كان قصده يسيب المبتدئين يحاربوا الوحش لوحدهم عشان يخلص عليهم الوحش، وساعتها ياخد الجايزه لوحده. وبيقول له تشينو بس للاسف خطتك ما نجحتش، وساعتها بيحس يورو انه اتكشف خلاص، وساعتها يورو بيطلب من تشينو انهم يتعاونوا سوا ويقسموا الجايزه ما بالنص ما بينهم، وان الزعيم في الوقت ده قوته زادت وهيخلص على يوري. وتشينو بيقول له لا انا هاخد الجايزه دي لوحدي، وبيسحب السيف بتاعه وبيهجم على الوحش، وبيحصل انفجار كبير جدا في المكان، والوحش بيتعصب اكتر، ويوري ساعتها بيتاكد مش هيقدر يهجم عليه، خصوصا ان قدراته قلت، والوحش بيكون اتحول حرفيا وبقى اقوى بكتير. وساعتها يوري بيستخدم وش بريء وبيطلب المساعده من تشينو تاني، وتشينو مش بيكون مهتم خالص بالكلام اللي بيقوله، والوحش بيهجم على يوري وبتفضل قوته تقل، وتشينو مش بيكون مهتم. ومره واحده تشينو بيسحب السيف بتاعه وبينوي ساعتها انه يهجم على الوحش، وبيعرفه مين هو البطل الحقيقي. وتشينو بيستعرض مهاراته في استخدام السلاح بتاعه، وبصراحه كده مهاراته بتبهرني انا اصلا يا عزيزي. وبيهجم على الوحش، وبنرجع لتشينو في الحقيقه وبنشوفه هو بيستخدم الكيبورد بحركات سريعه جدا وكانه بالظبط عازف. وساعتها بتصحى المديره، وتشينو بيبطئ ايديه شويه، والمديره بتقول لنفسها ده اكيد مش عارف يستخدم الكيبورد كويس. واول لما بتلاحظ انه في مهمه وبيهجم على النمر الاسود بتجري عليه وبتقول له ايه ده انت قدرت تقتله. وبيبان ساعتها يا عزيزي على الشاشه ان تشينو خلاص قدر يخلص على الوحش في ثانيتين، وبيكسب تشينو شويه هدايا كويسه كده له كبدايه. وبنشوف رساله في اللعبه من يوري، وبيفضل يشتم في تشينو وبيقول للناس كلها انه تخلى عن الفريق بتاعه قصاد انه ياخد الجايزه لوحده. والمديره بتسال ايه كل الرسائل دي والموضوع ده حقيقي ولا لا، وبيحكي لها تشينو كل حاجه حصلت، وبتتعصب المديره وبتسال تشينو انت مش متعصب ليه. بيقول لها مش شرط يبان عليا ان انا متعصب، ممكن اكون غضبان بس من جوه. ساعتها المديره بتعرف انها قدام شخص مش عادي وبتسيبه وبتمشي، وبيرجع تشينو اللعبه، وكل لما حد يشوفه بيقول له هو ده نادلي اللي ساب صحابه يموتوا عشان ياخد الجايزه لوحده. وتشينو بيدور على الفريق عشان ينضم ليه، وبيدخل المهمه اللي بعد كده وبيسمع شويه اشخاص بيتكلموا، وبيكون ناقصهم واحد وبيروح عليهم عشان ينضم معاهم، وبيلاقي القائد بتاعهم بيطلع يوري. واول لما بيشوفوا يوري بيفضل ينده على الناس كلها وبيقول لهم هو ده الشخص النادل اللي ساب صحابه كلهم يموتوا. وعلى عكس المتوقع تشينو مش بيهتم بكلام الناس خالص، وبيقول ليوري وريني بقى مين هيقبل بيك في الفريق بتاعه. وقبل ما يخلص كلامه ويوري بيلاقي تشينو باعت له طلب عشان ينضم معاه، وساعتها بينصدم يوري جدا منه، وصاحبنا بيكون بارد جدا في التعامل مع الناس، ودي بصراحه حاجه ليها ميزه. ويوري بيوافق على انضمام شينو وبيقول لنفسه وانا في نص المهمه اخلص عليه، وبيدخلوا الغابه من تاني وبيهجم عليهم وحش، وقبل ما يفكروا يساعدوا تشينو بيخلص عليه تشينو لوحده، وبيقف بقيه الفريق مستغربين من قدراته. وبيتحرك الفريق في المهمه اللي بعدها وبتكون اصعب شويه، وبيدخلوا كهف العنكبوت وبيتمشوا جوه الكهف. طبعا تشينو بيكون في المقدمه وجاهز لاي هجوم، وفعلا بيهجم عليه شويه حشرات من فوق، وتشينو بخفه يد بيقدر يخلص عليهم من تاني، وبينصدم واحد من الفريق بسبب مهارات تشينو في القتال، وانه بيخلص اي قتال مهما كان صعب في وقت قليل جدا. والقتال بيكون لسه يبتدي وبيجي مجموعه من العناكب عليه، وتشينو مش بيهمه وبيسحب السيف بتاعه وبيفضل يقتل فيهم، والكل مستغرب من سرعه تشينو مهاراته، وفي وقت قليل جدا بيقدر يخلص على عدد كبير جدا من العناكب، لحد ما مره واحده بيسمع صوت غريب في المكان، الكل بياخد حذره، وبيظهر مره واحده الزعيم وبيكون عنكبوت ضخم جدا ومتعصب على الاخر وبيدمر اي حاجه واقفه في طريقه. وشينو مش بيهتم بشكل العنكبوت وبيجري عليه على طول،
بيدخل ومعاه السيف بتاعه وبيهجم على الوحش وبيفضل يديله ضربه يمين وضربه شمال ومن فوق ومن تحت، وبصراحه كده يا عزيزي مش بيخلي في حاجه سليمه، والفريق كله بيكون واقف متسمر مكانه ومش عارفين يعملوا معاه إيه، وخصوصا ان تشينو مستمر في الهجوم على الوحش. وبيقول واحد من الفريق ان الوحش ده عشان يخلص عليه محتاجين 170 ضربه في الدقيقه، ودي حاجه مستحيله بالنسبه لشخص مبتدئ. وبنشوف ايدين تشينو وهي بتتحرك على الكيبورد بسرعه وبتكون سريعه جدا ومهاراته عاليه جدا، وساعتها يورو بيقول لنفسه انا مستحيل اواجه تشينو ده في يوم من الايام. وبيكون في فريق تاني في الكهف وبيسمعوا اخبار ان تشينو بيخلص على الوحش، وبيقول واحد فيهم ده اكيد واحد من المحترفين وبيستخدم حساب جديد، وتشينو فعلا بيخلص على الوحش والفريق كله بيكون مبسوط جدا، خصوصا ان الاخبار قالت ان الفريق كله شارك في القتال وهم ماشيين بيسمعوا صوت من اللعبه وانهم دلوقتي هيواجهوا الزعيم الحقيقي. وساعتها واحد من الفريق بيقول ليوري اتنازل عن القياده لتشينو عشان هو الوحيد اللي هيقدر يقف قصاد الوحش ويوجهنا كمان معاه. وبيدخل تشينو بقلب جامد وبيقول لاصحابه اسمعوا الكلام بس وسيبوا كل حاجه عليا، انا اعرف اخلص على الوحش ده ازاي. وبيبدا يهجم على الوحش والمكان كله بيتدمر من حواليهم، وبيظهر مره واحده عنكبوت ضخم جدا، وفي الوقت اللي بيظهر فيه العنكبوت بيطير تشينو فوق وبيديله ضربه بتخليه يتعصب جدا، وتشينو بيفضل يوجه في الفريق بتاعه ما عدا يورو بيقول له خليك مكانك واتفرج عليا، وتشينو بيكمل الهجوم على الوحش لحد ما بيوصل لراسه وبيديله ضربه كده بتخلي الوحش يصرخ من الالم، وبيجي مجموعه من العناكب على يوري وبتدخل ساعتها تشينو وبينقذه وبيتريق عليه وبيقول له مش معنى اني قلت لك خليك مكانك ما تعرفش تدافع عن نفسك حتى. وبيوزع المهمات على الفريق بتاعه وفعلا بيبدا كل واحد ياخد مكانه عشان يهجم على الوحش، وتشينو بيستخدم قدره خارقه كان مخبيه عنهم في الوقت ده، وبيطير في الجو وبيفضل يسدد ضربات للوحش، ومش هو لوحده اللي بيهجم على الوحوش، لا ده بقيه الفريق بيكون في ظهره، وتشينو سرعته بتزيد في القتال ده. وبنرجع للفريق اللي كان في الكهف مع تشينو وبيكون وصل لهم اخبار ان يوري كان بيشتكي من شينو ان سابهم يموتوا في المهمه عشان ياخد المكافاه لوحده، والغريب في الموضوع ان تشينو دلوقتي مع يوري في المهمه، واستغرب انه قدر يخلص على النمر الاسود لوحده، وهم واقفين لسه بيسمعوا اخبار في اللعب ان كهف العنكبوت الزعيم بتاعه مات، والكل بيستغرب من اللي قدر يعمل المهمه دي بما فيهم الفريق اللي كان معاهم في الكهف. وبيكون اسم الفريق ده الفريق الازرق، وتشينو بيكون قاعد وعمال يجمع في المكافآت وبيحاول يدور على اي حاجه نادره عشان يعلي الليفل بتاعه بسرعه، وبياخد باله انه متبعت له 1000 دعوه من فريق الفيل الازرق عشان ينضم معاهم، وبيقبل الطلب ويبدا يتكلم مع واحد فيهم وبيعرف ان اسمه الجسر الازرق، وبيسال شينو صاحبه على الشخص ده وبيقول له انه من اهم 5 شخصيات في المجموعه ويعتبر الدعم بتاعهم، وبيقول لشينو نفسه دي فرصتي وانا لازم استغلها صح. وبيكون الجسر الازرق قاعد ومستني تشينو عشان يرد عليه، والجسر الازرق بيكون عرض على تشينو انه ينضم للفريق بتاعه، وتشينو بيقول له انا مش فاضي دلوقتي وبحاول ارفع المستوى بتاعي، وبيطلب منه تشينو شويه حاجات نادره مقابل انه ينضم للفريق بتاعه، وبيفضل يوافق الجسر الازرق على طلبات تشينو، وتشينو عمال يطلب حاجات بزياده ومستغل الفرصه على الاخر، والطلبات عماله تزيد، بس بيضطر الجسر الازرق في الاخر انه يوافق على كل طلبات تشينو. وبيجي تاني يوم وطبعا تشينو بيكون بادئ في اللعبه، وبتيجي عليه المديره وبتقول له ايه اخبار الشغل معاك عملت ايه في اللعبه الليله دي، وبيقول لها تشينو بكل هدوء كسبت 3 وحوش الليله دي. بتنصدم المديره جدا من قدراته، وبيطلب منها تشينو مكان عشان ينام فيه تاخده معاها البيت بتاعها، وبيكون بيت شكله جميل جدا ومنظم، وساعتها تشينو بيطرب من الفرحه وبيشكرها على الكرم الزياده ده بتاع المديره، بس المديره بتحطم امال تشينو وبتاخده معاها الاوضه اللي بتكون عباره عن خرابه، وتشينو مش بيهمه شكلها وبينام على السير في ثانيه، وبيرجع على الشغل بالليل وبيلاقي كل الناس متجمعه قدام الاخبار، والاخبار بتقول ان تشينو اعتزل ورافض اي عرض من الشركه، وفي اللحظه دي بيسترجع تشينو ذكرياته في كل البطولات اللي دخلها، وقد ايه هو كان حريف جدا في اللعبه دي، وكان عنده جمهور كبير على مدار ال10 سنين اللي لعب فيهم اللعبه دي، والناس كلها بتدخل في حاله حزن لما بتسمع الخبر ده، وتشينو بيخرج عشان يغير جو شويه، وبيسمع المدير قاعد على الارض وعماله تعيط، وبيروح لعندها وبيقول لها مالك زعلانه ليه، فبتتعصب عليه وبتقول له انت مش حاسس بحاجه ليه، تشينو اعتزل اللعبه خلاص. طبعا تشينو بيكون اكتر شخص زعلان على نفسه، بس هيقول ايه يعني، وبيرجع تاني تشينو عشان يقعد يكمل اللعبه، وبتكون المدير لسه عماله تعيط على اعتزال تشينو، وبيقعد تشينو على الجهاز وبتيجي عليه المديره وبيكون شكلها يخوف جدا، وبيقول لها تشينو خلاص بقى هتفضلي تعيطي كده لحد امتى، ده انا تشينو نفسه مش زعلان كل الزعل ده، وبيحاول يناقشها وبيقول لها هتفضلي تعيطي كده لحد امتى، ده تشينو نفسه مش زعلان كل الزعل ده، وبيحاول يناقشها وبيقول لها ساعديني في المهمات دي، بس هي بتفضل تعيط وبتقول له انا زعلان قوي، وبيقول لها تشينو اعتزل بس انا موجود هنا، وساعتها المدير بيبص له بصه احتقار كده وبتقول له انت مين يعني، وبيبدا الجيم ساعتها وبيسالها انت عارف عشان اخلص على الوحش ده محتاج كام ضربه في الثانيه الواحده، بتقول له ايوه انت محتاج 24 ضربه، اكيد يعني مش قادر تغلبه، وبكل سهوله بيقدر يخلص عليه وبيقدر يطور السلاح بتاعه كمان، وكل تفكيرها في الوقت ده انه مجرد شخص محظوظ مش اكتر، وتشينو ساعتها مش بيهتم وبيدخل جيم عادي، وبيكون الجيم ده عباره عن خريطه ثلجيه، وبيكون للفريق الازرق في المهمه دي، ومفيش عدد كبير من اللعيبه بسبب حزنهم على اعتزال تشينو، وبيدخل عليهم في الوقت ده تشينو وبيرحبوا بيه جدا وبيدوا له المهمه بتاعته، وتشينو بيحاول يسخن الجو شويه وبيقول لهم احنا هنهجم على الغيلان كلهم، وكلهم ساعتها بيخافوا من القرار ده،
وبيعرفوا انه مش هيقدروا يهزموا الغلال لوحدهم، وتشينو بيحاول يطمنهم وبيقول لهم خليكوا ورايا انتم بس. وبيتعصب ساعتها القائد وبيحس كده ان تشينو بيقلل منه في الكلام، وتشينو مش بيهتم وبيقول لهم يلا نبدا كده واحنا كده بنضيع وقت مش اكتر. وبيدخل هو اول واحد من البوابه السحريه، من بعدها بيدخل باقي الفريق وبيوصل للعالم السحري، وبيكون في عدد كبير من الغيران هناك، وبيبدا تشينو بالهجوم ومش بيضيع وقت. واما بالنسبه لبقيه الفريق بيكون واقف مستني لسه تعليمات تشينو. وعدد الوحوش بيكون كبير جدا وبيهجم على تشينو في الوقت ده واحد منهم، وهو بيتفاداه كده بكل سهوله وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، والفريق بيكون واقف لسه مكانه ومستغرب جدا من قدرات تشينو وانه قدر يحارب لوحده. وخلاص بيحس انه تشينو اتحاصر من الوحوش وبيكون عددهم كبير جدا، بس على مين صاحبنا بحركتين بيقدر يخلع منهم، وبيفضل شغال فيهم فشخ. وقائد الفريق بيستغرب من حركات تشينو وبيقول لنفسه انه ما يقدرش يعمل الحركات دي في الحقيقه. وتشينو بيستخدم السيف بتاعه وبيضرب بيه نار على الوحش اللي عددهم مش بيخلص. طبعا كل ده في وسط دهشه من الفريق بتاعه، والوحوش بعدها بتتجمع حوالين تشينو من تاني، ومره واحده بيطير من وسطهم بكل سهوله، وبينزل ورا الفريق بتاعه وزي ما تقول كده بيدخل الفريق بتاعه في القتال بشياكه، وبيبدا يوزع المهام على الفريق بتاعه واحد ورا التاني لحد ما بيحاصر الوحوش كلها. وبيأمر القائد ساعتها انه يهجم على الوحوش، وفعلا الوحوش بتخلص وبيخلص الجيم في 2 ثانيه. ومش بس كده، لا ده بيخلص في زمن قياسي جدا، وبتسجل لعبه الرقم القياسي ده باساميهم. وبيقعد القائد بعدها يتفاخر وسط اللعيبه وبيقول لهم انا والفريق بتاعي كسبنا الجيم ده وكمان في زمن قياسي جدا وما حصلتش قبل كده. وبيستغربوا اللعيبه ان تشينو انضم للفريق الفيل الازرق، وسبحان الله قبل ما يكمل كلامه بيلاقي شعار من اللعبه ان تشينو خرج من الفريق. وبيجي تاني يوم وبيصبح تشينو على المديره بتاعته، وبتكون الطف شويه في التعامل وبتعزمه على الفطار. وبيجي لها تليفون من واحده صاحبتها وبتقول لها انها وصلت المدينه، وبتروح المديره عشان تجيبها. والمديره بتقابل صاحبتها سوزي وبترحب بيها جدا وبتاخدها وبترجع تاني المحل، بتطلب منها انها تساعدها في مهمه في اللعبه. وفعلا سوزي بتقعد على الجهاز ويبان كده انها لعيبه وعندها قدرات عاليه، وحركاتها دي على الكيبورد بتشد كل اللي في المكان بسبب سرعتها العاليه. وبيجي عليها في الوقت ده تشينو وبياخد باله من تحركاتها السريعه، وفعلا سوزي بتقدر تخلص الجيم في 2 كلام. وبيمشي تشينو بعدها وبتسال المديره سوزي ليه مش بتلعب اللعبه دي. بتقول لها سوزي انا حاسه ان اللعبه دي مجرد لعبه تافهه. تشينو اول ما بيسمع الكلمه دي بيتعصب جدا ويقف مكانه في الوقت ده. وفي الوقت ده بيجي في بال المديره انها لازم تدخل سوزي التحدي مع تشينو، خصوصا انها عارفه مهاراتهم كويسه في اللعبه دي، والناس كلها بتبدا تتجمع عشان التحدي ده. وبيقعد تشينو على الجهاز بتاعه وبيبدا الرهان بين الاثنين، وبيدخلوا هما الاثنين جيم وبيتحدوا بعض. وبيبتدي شينو بالهجوم عليها وهي بترد عليه الهجوم، بس بيقدر يتفادى كل هجماتها وبيسدد لها ضرب بس مش بتاثر عليها، وبترجع تكمل قتال من تاني. وتشينو ساعتها بيحول السيف بتاعه لسلاح رشاش وبيبدا يضرب نار على سوزي وهي بتتفاداه. وكل في المكان بيكونوا عارفين تشينو بسبب الاكشن اللي عامله في اللعبه من ساعه ما السيزون بدا. وبتحاول سوزي ترد عليه بالهجوم بس بيقدر يتفادى كل هجماتها ويغير مكانه بسرعه، وبيقدر يستدعي واحد من الوحوش وبيهجم على سوزي بيه، وبيختفي مره واحده من المكان. وسوزي بتفضل تدور عليه وبيظهر مره واحده من وراها وبيسدد لها ضربه وبيكسب الجيم بكل سهوله. الله عليك يا ابني محدش قدك. وبيخلص تشين الجيم وبيقول لها انت تحركاتك على قدك برضه وناقصك شويه خبره كبيره في اللعبه، واعتقد انك هتقدر تكسبيني بس بعد 100 سنه. والمديره بتتعصب جدا وبتقول له اتكلم باسلوب احسن من كده شويه. بيقول لها تشين عندك حق، وبياخد بعضه وبيكون خلاص ماشي. وبترد عليه سوزي من تاني انهم يلعبوا جيم زياده، وبتزود الرهان بتاعها وبيقول لها يا بنتي انت مش قدي، وانا من الاخر كده هخش اتسلى عليكي. وبيفضل ماسح بوشها الارض والناس عماله تتفرج، وجيم ورا التاني والرهان عمال يزيد والبنت عماله تخسر، والبنت بتعيط وبتقول له لعبني كمان لعبني كمان. وبيقول لها تشينو كده انا مش عايزك تفلسي النهارده. والمديره بتقول له حاول تتكلم بلطف شويه مع البنت وراعي مشاعرها. وتشينو بيقول لسوزي ما تزعليش ولا يهمك، واحده واحده هتبداي تطوري لعبك، وبيكون قصده يهنا بالكلام ده. وتشينو بياخد بعضه ويمشي، وسوزي بتقول للمدير انا عايز حساب في اللعبه دي عشان هيجي اليوم وهكسب فيه تشينو. وتشينو بيستغل الفلوس اللي اخدها من البنت وبيطلب بيها اكل وبيعزم بيها المديره وسوزي. وسوزي مش بتكون عايزه تاكل وعامله حساب لكرامتها اللي ضاعت قدام تشينو، وبتسجل حساب جديد في اللعبه عشان هيجي اليوم وتنتهي فيه. وبتروح لعندها المديره وبتسالها انت هتلعب اللعبه باي حساب. بترد عليها سوزي انا هلعب بحساب مبتدئين وفي نفس السيرفر اللي فيه تشينو، وبتعرفها المديره ان ده هيكون صعب جدا في الاول، وان تشينو لاعب مش عادي وعنده قدرات خاصه، ده حتى السلاح بتاعه مصمم له هو مخصوص. وفعلا الناس كلها بتكون معجبه بالسلاح اللي مع تشينو. وسيزو لما بتعرف الكلام ده بتيأس من مواجهه تشينو، وبتشجعها المديره وبتقول لها انا هفضل جنبك لحد ما هيجي اليوم وتكسبي فيه. وبتدي لها شويه معلومات وفيديوهات هتساعدها انها تكتشف اللعب
اسرع وتلعب بطريقه احسن، وبيروح لعندها تشينو وبيعرض عليها المساعده، بس هي بترفض وبتكون معتمده كليا على المدير، وبيتريق عليها تشينو بيقول لها يا ريتك معتمده على حد له في اللعب. فبتصرخ في المدير وبتقول له ان الفيديوهات دي كلها واخداها من تشينو شخصيا، وبيقول لها تشينو الفيديوهات دي كلها قديمه واللعبه كل يوم بتتطور عن الاول وبينزل فيها حاجات جديده. وبعد كده بندخل الجيم يا عزيزي، وشكل كده وقت الاكشن هيبدا. بيكون في وحش عملاق وفي مجموعه من اللاعبين بتهاجم على الوحش ده، والمجموعه التانيه بتراقب من بعيد وبتستنى الوقت المناسب عشان تدخل وتخلص على الوحش وتاخد المكافاه. وبنشوف الفريق الفيل الازرق وبيعرض عليهم قائد فريق تاني انه ينضم معاهم قصاد جزء من الجايزه، وبيظهر مره واحده واد شكله مجنون جدا وبيهجم على الوحش وبيفضل يضرب فيه من كل اتجاه، وكل اللي في المكان بيستغرب من دخول الواد ده خصوصا ان لوحده مش معاه فريق. وبعدها بيطير في الجو وبيضرب الوحش بالقلم. يا راجل هو ده اللي قدرت عليه؟ ودوت بيعصب الوحش جدا ويفاجئنا كلنا وبيطلع يجري الواد، والوحش بيفضل يجري وراه وهو متعصب جدا، والواد الغبي ده بيطلع يجري لحد لما بيوصل لفريق الفيل الازرق، وزي ما تقول كده بيسلمهم للوحش. طبعا الكل بيخاف والوحش بيمسك الواد الغبي ده وبيكون خلاص هيخلص عليه، ومره واحده بيتدخل شينو وبيمسك الوحش وبيمسح بيه الارض، وقوه الوحش بتقل تدريجيا، واللاعيبه بتستغرب من ده. وتشينو بيروح عشان يطمن على الواد الغبي وبيقول له تعالى ورايا، وبيهجم تشينو بعدها على الوحش، بس بيقدر الوحش يتصدى الهجوم بتاعه. كل في المكان بيكونوا مزورين مهارات تشينو وبيتفرجوا عليه، وفي الوقت ده تشينو بيدي تعليمات للواد الغبي عشان يقدر يخلص على الوحش، وبيتدخل فريق من الفرق وبيخلص على الوحش. في اللحظه دي قوه الوحش بتزيد جدا وبتظهر هاله كبيره في المكان ونار حوالين الوحش. تدخل شينو مع الواد الغبي ده وبيفضلوا يضربوا في الوحش سوا، وبيبان كده ان الواد طلع شجاع فعلا، وشينو بكل براعه بيقدر يستمر في القتال مع الوحش، وكل الفريق بيتبع شينو وهو بيحارب، وبيفضلوا يعرضوا عليه انه ينضم للفريق بتاعهم. شينو مش بيهتم بيهم خالص وبيفضل مستمر في القتال بتاعه ولا كانه شايف حد، وبيقرر الفريق تاني يدخلوا في القتال قبل ما تشينو يقتل الوحش لوحده. وبيقول قائد الفريق الفيل الازرق الفريق بتاعه احنا هنتدخل في القتال وهنحمي تشينو من اي اذى. بيرد عليه واحد من الفريق وبيقول له نحمي مين؟ معلش ده هو اللي يحمينا كلنا. وفي الوقت ده بيقرر شينو يتراجع ويسيب القتال، وبيستغرب جدا الواد الشجاع من الكارد ده خصوصا انهم خلاص كده هيخلصوا على الوحش. في اللحظه دي بيكون الوحش غضبان جدا وتحول حرفيا، وبتظهر قوه كبيره في المكان وبيخرج من الارض عدد كبير جدا من الزومبي، والعدد عمال يزيد. وطبعا الفرق الثلاثه واقفين مرعوبين من المنظر ده، والزومبي بتهجم على الفرق وبيدخلوا في قتال شرس بين الاثنين، وكل واحد بيستعرض مهاراته في استخدام السلاح اللي معاه. وعلى الجانب الثاني تشينو والواد الشجاع بيجروا من الوحش، والوحش بيفضل وراهم وبيضرب نار بشكل عشوائي وبيكون متعصب على الاخر. الواد الشجاع بيسال تشينو هيعمل ايه، بيقول له تشينو دلوقتي خلاص احنا بنستدرج الوحش عشان نخلص عليه لحد ما بيوصلوا لبقيه فريق تشينو، وساعتها تشينو بدا القتال اللي بجد، واعضاء الفريق كلهم بيهجموا على الوحش باوامر وتخطيط تشينو، وبيقدر تشينو يغفل الوحش وبيجي من وراه وبكل مهاره بيطير من فوق، وبوم طخ بيديله ضربه بالسيف بتاعه، وبتظهر قوه كبيره جدا في المكان. وساعتها كل الفرق الثانيه تاخد بالها ان القتال بين تشينو والزعيم لسه شغال، وشينو بيستمر في القتال وسرعته عماله تزيد جدا. الله عليك يا ابني والله تسلم ايدك. والوحش عمال ياخد ضربات من فوق وتحت وكل اتجاه، وتشينو بيمسك رقبته وبياخدوا المكان بعيده وبيفضل ماسح بالارض بالمعنى الحرفي. وساعتها الوحش بتلزق ستيكر على الحيطه وبيموت، واللعبه بتعلن ساعتها ان تشينو قدر يخلص على الوحش ومعاه اعضاء الفريق بتاعه، وده بسبب اخراجه لبقيه الفريق الثانيه. وبينتشر خبر بين كل اللعيبه في ارض الواقع ان تشينو قدر يخلص على الوحش لوحده في وجود اكبر 3 فرق في اللعبه. والمديره ساعتها بتسمع الخبر ده وبتستغرب جدا من قدرات تشينو، وتشينو بيتكلم مع الفريق بتاعه وبيحييهم على ادائهم الاكثر من رائع في المعركه الاخيره. بعد كده بيتواصل قائد الفريق الازرق مع تشينو وبيقول له انت ليه سرقت مننا الوحش؟ بيرد عليه تشينو بيقول له دي مجرد لعبه والوحش مش مسجل باسم حد. وتشينو بيقوم بعدها من على الجهاز عشان يريح شويه، وبتجيله رساله من اللعبه ان النقابه اللي كان شغال فيها زمان كسرت الرقم الكاسي في الغابه المتجمد، والرقم ده كان مسجل باسم تشينو من شويه. تشينو بيروح بعدها عشان يجيب شويه بطاطس ويرجع تاني على اللعبه، وبيكمل واحد من صحابه على النت وبيكون مبهور جدا بالرقم الكاسي الجديد، وبيعتقد ان تشينو نفسه رجع من الاعتزال وكسر الرقم ده، وبيقول لتشينو ان الموضوع مش صعب، بيطلب منه يجهز الاسلحه وتشينو هيجي هو والفريق بتاعه. وبيجي الليل وبيكونوا في مباراه عالميه بين النقابه اللي شغال فيها تشينو تلعب باسم العصر الذهبي، وقائد الفريق بتاعه اسمه تشانج. كله بيستعد لمشاهده المباراه دي وبيكونوا متحمسين جدا يا عزيزي، والمباراه بتكون شغاله وتشانج بيقرر انه يلعب الفريق اللي قدامه لوحده وبيستغنى عن صحابه التانيين، وبتكون المباراه دي عباره عن 3 ضد 1. طبعا الكل بيشكر في مهارات تشانج، ولو تفتكر يا عزيزي هو ده الواد اللي اخذ بطاقه الاحتراف من تشينو. كل في المكان بيهتف باسم تشانج وبيشجعوه ما عدا تشينو مش بيكون مهتم خالص، وبتقول له المدير انت ليه مش بتشجع وانت بتتفرج؟ بيقول لها تشينو بكل بساطه عشان الفريق ده اللي هيخسر وبيكسبوا ساعتها. وبتقول له المديره شفت كسبوا دلوقتي شكلك بقى وحش قوي يا تشينو. بيقول لها نظف البطوله كلها هم دلوقتي لعبوا 3 ضد 3 وتشانج قدر يغلبهم لوحده، كمان شويه هيدخلوا قتال 5 ضد 5 وتشانج مهما كانت مهاراته الفرديه قويه مش هيقدر يلعب لعب جماعي، وده بسبب غروره، وغروره هيخليه يخسر. وفعلا المباراه بتبدا 5 ضد 5 والكل بيفضل يهتف باسم تشانج، ويدخل تشانج في القتال قصاد قائد الفريق اللي قصاده، وبيكون الوضع لحد ما ماشي. وفي اللحظه دي
بتدخل صوب بالمدفع اللي معاها، واحب افكرك يا عزيزي هي دي البنت اللي كانت مع تشينو يوم الاعتزال، والمديره بتكون واحده من محبينها وبتفضل تهتف باسمها وتشجعها. وفي اللحظه دي بيدخل واحد من فريق الخصم بيهجم على سو، وده بيخليها في وضع خطر جدا. اما بالنسبه للشانج اللي قصاده مش عارف يدافع عن سو، بيبان كده ان فريق تشانج زي ما قال تشينو اللعب الجماعي عنده سيء جدا، والقتال بيكون شغال وحاجه كده اخر حماس، وفجاه النور بيقطع يخرب بيت الفصلان يا عم، والنور بيرجع وتشينو بيدخل المحل من تاني، وبيلاحظ وجود سوزي قاعده تلعب على اللعبه وعماله تطور من لعبها، وبيكون في اتنين ماشيين بره المحل ومن الواضح كده انهم من فريق تشانج ولسه خسرانين اخر معركه، وبيكون حالتهم حاله وشاربين حاجه كده، وبيدخلوا المحل اللي فيه تشينو وبيرخموا شويه على سوزي لحد ما واحد فيهم بياخد باله ان تشينو قاعد في المحل. طبعا تشينو كان قائد الفريق بتاعهم في يوم من الايام، وبيفضل يتريق عليه واحد منهم وبيكون اسمه يوهان، وبيقول له يا حرام انت كنت قائد فريق في نقابه كبيره ودلوقتي بقيت شغال حارس ليلي في سايبر. يوهان بيفضل يتريق على تشينو وعمال يتمادى في الغلط، وساعتها بيرد عليه تشينو بيقول له فاكر ايه لما كنت بهزاك زمان عشان لما كنتش بتعرف تلعب؟ اتمنى دلوقتي تكون بتعرف تلعب عشان ما ارجعش هزاك من تاني. يوهان بيتعصب جدا وبيقول له انا دلوقتي بقيت نائب القائد وانت مجرد مشرف ليلي يا دوبك بتجيب مصروفك بالعافيه. تشينو بيرد عليه بيقول له طيب بالنسبه دي يا نائب القائد ابقى عقل القائد بتاعك شويه وعرفه ان اللعب الجماعي اهم من اللعب الفردي. ويوهان بيستمر في مكانه ومش بيعرف يرد عليه وبيقول له تشينو فهمت ليه بقى انا ما خليتكش نائب القائد؟ عشان تحدي فاشل ومحتاج يطور من نفسه ومن اللعب. ويقعد تشينو يحط رجل على رجل بكل ثقه وبيقول له اتفضل يطلع بره المكان ده. يوهان بيخرج من مكانه هو وصاحبه يكون متعصب جدا على الاخر، وتشينو بعد كده بيعرض على سوزي انها تنضم له في المهمه الجديده، وبنروح لغابه التلج من تاني، وتشينو بيكون واقف مع صاحبه اللي كان بيكلمه متفق معاه على سلاح، وبيعرفوا على الفريق بتاعه وبيكون كله عباره عن مبتدئين بما فيهم البنت سوزي اللي لسه بادئه اللعبه، والواد الشجاع اللي شفناه من الاخر بيكون اسمه كايتو. صاحبنا بياخد تشينو على جنبه ويقول له ازاي نكسر رقم الكاسب الفريق التعبان ده. بيرد عليه انه عايز يمرن الفريق كويس في القتال ده، وبينضم ليهم اخر واحد في الفريق وبتكون هي دي سو صاحبه تشينو بس متخفيه بحساب جديد. وخلاص كده الفريق كله اكتمل، وجه بقى وقت الاكشن بيبدا الهجوم على الوحش، وكل واحد بيحاول يظهر مهاراته وكله شغال طحن في الوحوش، وتشينو بيوزع المهمات وبيتحاصر الفريق من الوحوش وبتهجم الوحوش عليهم من كل اتجاه، وبيكون عددهم كبير جدا، وكل واحد بيروح المكان اللي تشينو قال له عليه وبيقتله بكل ثقه بتعليمات من تشينو. بتتفاجئ سوزي بعدد كبير جدا من الاسهم وبتحاول تتفاداها، وسوزي بتستمر في القتال لحد ما بتنجرح، وبيقول لها تشينو في الوقت ده ارجعي ورايا وسيبي لي بقى الباقي. بيسخن تشينو اكتر على الوحش وبيكون شغال فيهم طحن، وده بيشجع الفريق يطلع احسن حاجه عنده، وسو بتسخن هي كمان وبتفضل تضرب في الوحوش لحد ما مره واحده تستخدم قوتها الخارقه اللي مشهوره بيها في اللعبه، لدرجه ان في واحد من اعضاء الفريق بيفكرها ان هي دي سو الحقيقيه، وسو بتفضل ماسكه الوحش وعماله تضرب فيه يمين وشمال. صاحبنا على طول بيفكر فعلا ان هي دي سو 1 وان تشينو هو البطل العالمي اللي اعتذر من زمان. سو بتكون مفكره انه جاي عليها عشان يشكرها، وتشينو بيطلع يجري عليها وبيقول لها انت بتعملي ايه يخرب بيتك هتفضحينا وهتكشفينا، وبيطلع يجري عشان يكمل قتاله وبيقول لها خلي بالك بعد كده وانت لازم تركزي دلوقتي عشان نكسر رقم القياس، وبيعرف انها لما تستخدم السلاح بتاعها بيبعد الوحش عنهم اكتر، وكده هياخد وقت اطول عشان نجمعهم ونقتلهم من تاني. ومش بيضيع وقته وبيهجم على الوحش، وبصراحه مهارات الواد دوت كل يوم اتطور يوم عن يوم اللي قبله، وبيقدر يبهرنا. وساعتها بيفكر صاحبنا اللي حصل ده كان حظ مبتدئين وان سو مش قصدها، وفعلا بيخلص تدريب وخلاص، وتشينو بيدي شويه معلومات لسوزي عشان تطور من لعبها بسرعه. وبيجي تاني يوم وبنشوف كل فريق عمال يطور من نفسه في اللعبه، وبيجي الليل وتشينو نفسه بيطور من السلاح بتاعه واللي معاه، وخلاص كده هو ده الوقت المنتظر للقتال وتحطيم رقم الكاس. وبنروح لغابه التلج ويكون الفريق كله جاهز للقتال، وفي انسجام بين الاعضاء الفريق كله، وفعلا بيقدروا يكسروا رقم القياس للغابه. يوهان اول ما بيسمع الخبر ده بيتعصب جدا، والخبر منتشر بين اعضاء الفريق وبيتوقع ان هو تشينو اللي قدر يحطم الارقام القياسيه دي. وبعد كده يوهان بيبعت طلب صداقه من حساب فيك وبيكلم تشينو مش بيهتم بيه خالص، وبيقول له كلمني في وقت تاني عشان مش فاضي ليك دلوقتي. بيرد عليه يوهان تحدي، تشينو مش بيهتم بيه وبيقول له استنى ابعت لك حد من الفريق بتاعي، وبيبعت له كايتو. وطبعا ده بيجنن يوهان جدا لان كايتو يعتبر لسه مبتدئ، وفعلا كايتو بيقدر يكسب يوهان وبيحط عليه كمان، وبيدخل تشينو جيم ومعاه اعضاء الفريق بما فيهم يوهان بس بحسابه الجديد، وبيقول لهم تشينو هنحاول نكسر رقم قياسي صعب حد يكسره بعدنا. يوهان طبعا بيكون مبسوط جدا ومفكر نفسه اذكى من تشينو وبيعرف منه كل الخطط. بيجي عليه كايتو من وراه وبيقول له ما تمشيش لوحدك واسمع كلام القائد. يوهان بينسى خالص انه عنده بطوله، بيدخل عليه صاحبه ويفكر بالبطوله دي. البطوله دي بتكون رسميه ومعروض على كل شاشات يوهان حرفيا بيتهنى من الواد اللي قدامه. بيكون في فريق المطر اسمه شان، وشان بيستغل عدم تركيز يوهان وبيفضل ماسح بوش الارض وبيستعرض مهاراته عليه، وبيفضل يعصب يوهان وبيقول له شكلك كده لسه ما صحيتش من النوم، اتفرج عليا وانا عمال اطحن فيك. ومن كتر كلام شان الكتير الناس بتزهق من القتال. يوهان بيتعصب جدا من شكله اللي بقى زي الزفت قدام الناس كلها، وبيرجع يكلم تشينو من حساب الفيك وبيقول له عايزين ندخل جيم سوا. بيقول له تشينو ما ينفعش عشان انت مش بتعمل اي مجهود. لحظه دي بيلاقي يوهان ان تشينو خلاص كده اتكشف سره. فعلا يا عزيزي تشينو بيقول ليوهان انت فكرنا
عبيط ولا ايه؟ انا كشفتك من زمان قوي، انت نسيت مين اللي علمك اللعبه دي يا يوهان؟ بيظهر واحد متخفي في المكان وبتلاحظ وجود سوزي، وساعتها بيقرر انه يهرب وبيقول لها تشينو خلاص سيبيه مش مشكله. واول لما سوزي بتمشي بيدخل من تاني وبيطلع صاحب تشينو بس عامل نفسه متخفي عشان ما حدش يعرفه، وبيتمشى الواد المتخفي ده مع تشينو، بيطلع هو ده تشيان اللي مسح بوش يوهان الارض. وبيقول شيان لتشينو ازاي ماشي بوشك كده؟ انت مش خايف حد يعرفك في الحقيقه ولا ايه؟ تشينو بياخد تشيان بعدها وبيروح يقعد في الاوضه، وبيبان الاتنين دول كانوا ثنائي رهيب جدا سوا. وتشينو بيقول له هفهمك كل حاجه بس عايزك تساعدني الاول عشان اكسر رقم الكياس الجديد في اللعبه. بيوافق شان على طلبه وبيقول له اهم حاجه عندي محدش يعرف شخصيتي. وفعلا شان بيعمل حساب جديد عشان يخش بيه مع، وبيقول لشان احنا هنبدا الجيم ده اخر النهارده، وبتجمع الفريق كله، وشان مش بيكون عاجبه السيف اللي معاه. وتشينو بيعرف الفريق على تشان، وبيصرخ شان ساعتها وبيقول لتشينو انت نسيت ان احنا متفقين عليه؟ وتشينو خلاص كده بيعلن القتال وبيبدا يهجم بالسيف بتاعه، وساعتها الزومبي بتظهر في المكان كله. شينو بيستخدم القدره بتاعته، بيقدر يغير اتجاهها اول لما الزومبي بيهجم عليه، وبيجوا من ورا الزومبي وبيجمع قوته بضربه واحده منه بيطير الزومبي. الله عليك يا ابني، انت مش محتاج فريق معاك، انت فريق لوحدك. وبيكمل في قتاله وبيطير في الجو وبيفضل نازل طحن في الزومبي، وبيحول السلاح بتاعه وبيروح للشق اللي موجود في الجبل وبيلزق الزومبي فيه. وساعتها بيسالوا شان على الخطه وبيبدا ينفذها، وبينزل ضربه في الزومبي وبيحشروا عدد كبير من الزومبي في الجبل، والقتال بيكون لسه شغال وحاجه اخر حماس. وبيظهر مره واحده وحش عملاق قدامهم وبيهجم على تشينو وتشان وسوزي وسو، بيدخلوا هم كمان في القتال، وكايتو بيديله ضربه في الهواء بيطير الوحش. اما بالنسبه لشان بيكون واقف تحت الوحش ومجهز السيف بتاعه، وبيسحب السيف بتاعه مره واحده وبيقطع الوحش الحتت. طبعا بقيه اعضاء الفريق بتنتبه من قدرات شان في القتال، وبيقولوا بعض ان مشكلته الوحيده فعلا ان كلامه كتير. تشينو بيتدخل بالسلاح بتاعه وبيفضل يضرب النار على الوحش وبيطير في الجو وبيجمع قوه كبيره جدا في السلاح بتاعه وبيهجم بيه على الوحش، وبكده بيكون خلصوا التدريب بتاعهم. وبيقول لهم تشينو ان يوهان كان جاسوس معاهم، وانه نقل استراتيجيه اللعب بتاعتهم للفريق بتاعه عشان يغيروا شويه حاجات في الخطه بتاعتهم. وبتيجي دعوه من الفريق اللي بيلعب فيه تشان، وبيكون قلقان ساعتها ان تكون هويته اتكشفت، خصوصا الموضوع ده يعرضه العقاب وانه يتوقف عن اللعب لمده سنه كامله. طمنه تشينو بيقول له يا غبي انت ما حدش يعرف هويتك اساسا لحد دلوقتي. وبتجيله رساله من اللعبه بكسر الرقم القياسي، ويوهان بيكون قاعد قدام اللعبه ومستغرب ازاي قدروا يكسروا الرقم ده بفارق 31 نقطه. واول لما بيشوفوا شخصيه شان المزيفه بيتوقع على طول ان ما حدش يقدر يعمل الحركه دي غير تشان وتشينو. وبنرجع لتشان وبنلاقيه قاعد يتكلم كتير قوي مع تشينو بخصوص السيف بتاعه. بصراحه الواد ده يطط قوي، وباقي الفريق بيحسوا بنانه وكل واحد بيخلع منه بشياكه. وتشينو قاعد على الجهاز بتاعه بيجي عليه شان بنفس الشخصيه المتنكره دي، وبيساله شان انت ليه سبت الشغل؟ بيرد عليه تشينو نتائج الفريق ما كانتش احسن حاجه، وانا وجودي في الشركه ما كانش محبوب، والشركه كمان استغنت عني. طب ازاي يا جدعان نتائج الفريق مش احسن حاجه وتشينو يعتبر فريق لوحده اصلا؟ بيرد عليه شان وبيقول له اكيد الحركات دي كلها بتطلع من يوهان، ونروح للسوق وبتكون ماشيه من قدام يوهان وعامله نفسها من بنا ومش في بالها اي حاجه. بتتعصب عليها يوهان وبيقول لها انت عملت ليه كده؟ هتعملي نفسك عبيطه ولا ايه؟ بتبص له بصه بتخليه يجيب ورا وبتقول له مين دي اللي عبيطه يالا وانا عملت ايه بالظبط؟ وبعدها بتعمل نفسها مش مهتميه وعايزه تروح اوضتها عشان تنام. وبنرجع لتشين وشان بيقول له شان يعني انت ناوي ترجع اللعبه رسمي امتى؟ بيرد عليه تشينو مش قبل سنه ونص. شان بيقول له يا خساره يعني مش هتكون عجزت وايدك تلت وما عدتش تعرف تلعب زي الاول. شينو بكل برود بيقول له بس للاسف برضه هكسبك. شان بيرد عليه انت جايب الثقه دي كلها منين؟ شينو بيساله سؤال رقم الكاس ايه في 1v1. طبعا شان بيغير الموضوع على طول عشان الاحراج بس. انا قبل ما يحذف لحظه مؤثره بيقول لشينو انا نفسي ترجع اللعبه من تاني ونلعبها سوا. شينو بيتاثر وبيروح لعنده ويمد ايديه عشان يسلم عليه، وشان راح يسلم عليه وبياخده بالحضن. شينو بيقول له ايدك بقى حلوه على الساعتين اللي انت قعدتهم على النت، اكيد يعني مش هدفع من جيبي. يخرب بيت الفصلان. وبنروح ارض المعركه وبنلاقي فريق شينو دخل في قتاله وبيكسر رقم الكاس الجديد، والفريق كله بيلاحظ وجود داخل في المكان ده بيكون قائد منظمه واسمه وانج. شينو بيقول لهم اعتبروه مش موجود في المكان وكملوا لعب عادي. وانج بيجهز نفسه بيستخدم قدرته عشان يهجم بيها على الفريق تشينو، ومره واحده بيطير في الجو بيجمع قوته كلها وبيستخدم الطاقه السحريه ويضرب بها سوزي وبيجمع طاقته من تاني وبيكرر هجوم على سوزي. والبنت بكل مهاره بتقدر تتفادى الهجوم بتاعه بس بيقدر يثبتها بهجمه تانيه منه بيتحكم فيها، وبيجي الدور على كايتو ثانيه بيرد الهجوم على كايتو بإلزام الارض كلها. بيكونوا مستغربين من قدرات وانج التي لا يستهان بها، وبنشوف وانج قاعد على الجهاز بتاعه عمال يلعب في واحد من المعجبين وواقف يتفرج عليه. اللحظه دي بتدخل نجم من نجوم تشينو وبيهجم على وانج، وانج بيصد كل ضرباته ضربه واحده من وانج على ضربه من تشينو، والهجوم لحد دلوقتي بيكون 50-50 للاثنين، وما تقدرش تقول مين اللي هيكسب بينهم، وكل واحد بيكون عنده خبره وقدره على التحكم في الكيبورد بسرعه ومهاره، والهجوم لسه شغال رايح جاي ما بين الاثنين، ومن كتر سرعتهم مش بيقدر بقيه الاعضاء الفريق يشوفوا القتال ما بينهم. شينو بيسخن اكتر وبيطير في الجو وبيجهز السلاح بتاعه عشان يهجم عليه وعلى وانج، وفي ثانيه لثانيه بيقدر يغير اتجاهه وبيهجم على وانج من الناحيه الثانيه، وبينزل بوانج على الارض زي شوال البطاطس بالظبط. وبنرجع لوانج وبيكون الواد المعجب لسه واقف بيتفرج على القدرات بتاعت وانج، وبنلاقيه خسر. وانج مش بيتعصب لانه حاسس ان اللي قدامه ده مستحيل يكون شخص لسه بادئ اللعبه وليفل 27،
وبيوقع المعجب على الكتاب بتاعه وبيسيبه يمشي، وبيسال المعجب اللي ما يمشي ايه رايك في اللعب الفريق اللي قدامك. بيقول له وانج ان لعب القائد بتاعه مستوحى من اسلوب تشينو. ما عرفش بقى ان القائد بتاعه يعتبر تشينو بنفسه، وتوقع وانج بنسبه قليله ان ده هو تشينو نفسه، ولو ده فعلا تشينو يبقى هو اتاكد اللي هو قدامه فعلا ده وانج. وبنرجع لفريق تشينو وبيسالوا كايتو الواد ده مين، وخصوصا ان الشخصيه دي كان بيلعب بيها واد عبيط. لو تفتكروا بيقول له تشينو مش هتصدق لو قلت لكم مين بيلعب بالشخصيه دي، وبيقول لهم اللي بيلعب بالشخصيه دي دلوقتي هو وانج، وبيكون مسمي بنفسه باسم الساحر وقائد الفريق كمان، وعنده مهاره خاصه واحده من اهم 5 شخصيات في اللعبه، يعني اسمه زي ما تقول كده اتحط جنب تشينو في يوم من الايام. وانج بيروح لقاعده تدريب الفريق بتاعه، بيتكلم مع جان وبيديله حسابات في سيرفر 10، نفس السيرفر اللي فيه تشينو، بيخليه يبلغ زمايله انهم المفروض يواجهوا تشينو والفريق بتاعه. وفعلا الفريق كله بيفتح حساباته وبيبداوا يدوروا على تشينو، وطبعا بيكونوا قلقانين شويه خصوصا انهم تحت التدريب. يعتبر واحد فيهم اول لما بيشوف تشينو بيهجم عليه بالسلاح بتاعه بكل قوه. تشينو بكل بساطه بيقدر يصد الهجوم بتاعه، وبيجي زمايله من ظهره تشينو عشان يغفلوه، بيكون لسه هيضربه بالسلاح بتاعه، تشينو بيصد الضربه وهو مش شايفه اساسا ومديله ظهره. الواد بيستغرب جدا من قدرات تشينو. اما بالنسبه لزميله في الفريق بيكرر الهجوم من تاني على تشينو بحركه واحده ذكيه في اخر لحظه بيتفادى هجومه، والواد واقف وراه ولسه مصدوم بينجرح بالسيف اللي مع صاحبه بالحركه دي بيعرف انه قدام بطل حقيقي وما ينفعش حد يستهين بيه. وتشينو بيكون واقف من فوق وبيقول لهم انا محترم شجاعتكم بس جه الوقت المفروض ارد فيه الهجوم. جاهز السلاح بتاعه بيضرب عليهم نار وبيطلعوا يجروا، وتشينو مره واحده بيظهر في وش واحد من الصيادين وبيدوا ضربه كده مفاجاه، وبنشوف تحركات تشينو سريعه على الكيبورد وبيفضل يلف الشاشه في كل اتجاه لدرجه ان المدير قالت له كفايه بقى انا دخ. وتشينو حرفيا بيفضل يلعب الصياد لعب وبيفضل يضربه من كل اتجاه، وكل في المكان حرفيا بيكونوا مرعوبين من قدرات تشينو اللي لا يستهان بها. ويا ريت تشينو بيكتفي لحد هنا، لا ده بيجمع قوته وبيفتح بابا سحريه وبيظهر طاقه غريبه في المكان ترعب الكل، وبيرجع يدخل تشين تاني في القتال مع واحد من الصيادين. تشينو كل اللي بيعمله بيفضل يتفادى ضربات الصياد ومش بيوجه له اي ضربه تماما، وبيطير مره واحده في الجو بضربه واحده من تشينو بتجيبه الارض. والقتال بيكون لسه شغال بين الاثنين، وبيدخل واحد من الفريق الصيادين على اساس انه يحمي زمايله، بس كل ده كلام في الفاضي. تشينو ما حدش بيقدر يقف في طريقه خالص مع انهم رغم عددهم، لحد ما مره واحده بيظهر القائد بتاعهم من تاني. وانج في اللحظه دي بيظهر بشخصيته الحقيقيه ومعاه الفريق بتاعه كاملين، وتشينو بيكون لوحده وشكلها كده عزيزه هتولع. وانج بيتاكد ساعتها ان اللي قدامه ده تشينو بنفسه، وبيبلغ الفريق بتاعه كلهم انه لازم يخلصوا عليه. وتشينو بيتحدى وانج وبيقول له انا هكسب فيكم الثواب وهدخل في القتال ضدكم، بس لو انتوا خسرتوا شكلكم صدقني هيكون وحش جدا. والقتال بيبدا وانج وفريقه كاملين بيهجموا على تشينو. وانج بيهجم في الاول على تشينو وبقيه الفريق وراه. تشينو بيجهز ومش بيجيب ورا، وبيطلع يجري تشينو وبيجري ورا وانج، وبعدها تشينو بكل خفه بيغير مكانه وبيطير فوق وانج وبيطلع السيف بتاعه وبيضرب بيه نار على وانج. وانج بيفضل يصد كل ضربات تشينو ببراعه، وبيامر وانج فريقه انهم يحاصروا تشينو من كل اتجاه. وتشينو ساعتها بيطلع يجري وبيفكروا الفريق كده انه بيهرب، بس بيقف وبيقول له ده اسمه تراجع استراتيجي، وبيضرب قنبله بتعمل متواجدين وبيهجم عليه جان من ظهره. بس على مين ده؟ تشينو البابا يا بيقدر يهجم عليه وبيجيب الارض، وبيفضل فريق وانج يهجموا على تشينو، وتشينو بيقدر يختفي من المكان كله ومحدش من الفريق بيقدر يعرف هو راح فين ولا حتى له اثر. وبعدها بيوم وانج بيقول للفريق بتاعه خلي بالكم كلنا عارفين مين تشينو وقدراته عامله ازاي، حتى لو قدر يهرب دلوقتي ممكن يجي في اي وقت ويخلص علينا. وانج بيعترف انه حتى في مواجهه تشينو واحد لواحد هيكون من الصعب انه يتغلب عليه، وبيقول لهم كل اللي تقدروا تعملوه دلوقتي انكم تنموا مهاراتكم في اللعب عشان تقدروا تغلبوه. تيجي عليهم في الوقت ده سوزي، واللي بيلعب بالحساب بتاعها بيكون تشينو، وبينصدم كل الفريق لما بيعرف ان سوزي طلعت ولد، وبيعرض تشينو على وانج انهم يجهزوا قتال، ولو سوزي خسر القتال ده ساعتها هيواجههم بنفسه. وطبعا ده بيكون نوع من الاستهزاء بالفريق اللي قدامه، خصوصا ان سوزي تعتبر واحده من المبتدئين، وسوزي بتخسر في القتال، وسوزي ساعتها بيروحوا لحلبة القتال، وبيجي واحد من فريق وانج بيدخل في القتال، بس طبعا قوانين الحلبة بتمنعه ولازم واحد ضد واحد بس. وجان بيكون قاعد على الجهاز بتاعه عمال يضرب نفسه عشان هيجي يوم ويقدر يكسب فيه تشينو. بيفضل يخسر وزمايله في الفريق بيتنمروا عليه. في الوقت ده بيكمل تشينو وبيقترح عليه انه لازم يغير شخصيته لانه عنده قدرات حلوه ومش قادر يطلعها في القتال بتاعه، وبيقنعه بيقول له اخر قتال بيننا احنا الاثنين كنت شايفك لو انت بتلعب الشخصيه دي هيختلف لعبك تماما. وتشينو بيدخل في القتال مع جان وبرده مش بياخد في ايديه غلوه وبيقدر يكسبه بكل سهوله. وتشينو بيندى على وانج وبيقول مش عايز تجرب حظك ولا ايه، والاثنين بيقفوا قصاد بعض في الحلبه. هوبا ده قتال منتظر، وتشينو بيسال وانج انت جاهز ولا محتاج تراجع نفسك شويه. وانج بيجمع قوته وبيجي على تشينو، وتشينو بيتفادى ضربات وانج كلها، وتشينو بيرد بهجوم وحرفيا الحلبه بتولع ما بين الاثنين. وانج بيطير في الهواء وبيجمع قوته ومش بيديله فرصه. تشينو بيطير عليه والقتال بيكون شغال ضربه من تشينو على ضربه من وانج وحاجه كده في منتهى العظمه، والاثنين سرعتهم في القتال بتكون عالميه ومهاراتهم عاليه في استخدام الكيبورد. وتشينو بيطلع يجري وانج بيطلع يجري وراه، ومره واحده وانج بيقف قصاد تشينو وانج بيضرب قنبله غاز وش تشينو، وتشينو بيغير مكانه وبيجي من فوق وانج وبحركه مش متوقعه من تشينو بيدمر العمود اللي في المكان. وانج بيطلع يجري قبل ما العمود يقع عليه والحلبه كلها بتولع النار حرفيا، والاثنين بيزيدوا في سرعته. وانج بيتحول هو كمان وبيكون عنده قدره تحكم في الجليد، وبيفضلوا الاثنين يسددوا ضربات لبعض. وفعلا وانج بيستحق لقب
لقب الساحر بصراحه، لعب عظمه على عظمه، وتشينو حرفيا اسطوره في اللعبه، وفريق وانج بيشد قتاله بيكونوا مستغربين من العظمه اللي بتحصل بضرب واحده من الاثنين في نفس الوقت، المكان كله بيتدمر والقتال بيخلص ما بينهم هما الاثنين بالتعادل. وتشينو بيقول لوانج واضح انك بتقاتل بصعوبه، المره الجايه هكون خفيف معاك شويه. وانج بيقول له لا لا انت شكلك انت اللي تعبت يا تشينو. بيقول له يلا نبدا القتال من تاني وبنفس الوقت وبنفس الشروط. وانج بيستغرب بخصوص ان اسلحه تشينو مش احسن حاجه، وساعتها وانج بيقول لفريقه احنا نستغل التعادل اللي حصل ما بيننا ونبدا نتمرن احسن دلوقتي. وتشينو بعدها بيروح لاوضته وبتيجي ورا سوزي وبتساله عن شعور البطولات ايه. بيرد عليها تشينو بيقول لها شعور جميل جدا بس انت محتاجه شويه شغل على نفسك ومش هتكوني جاهزه دلوقتي عشان تخش بطوله. وبنرجع لجان وبيفكر في كلام تشينو وانه محتاج يغير الشخصيه بتاعته في اللعبه، وفعلا بيسمع كلام تشينو وبيبدا بحساب جديد والشخصيه الجديده. وبعدها بنشوف شاب شكله مجنون شويه وداخل على المديره وسوزي، وتفكر المديره ان شاب بلطجي وعايز يسرق المحل منها. وبعدها الشاب بيتحول حرفيا وبيقول لها فين تشينو، وبيعرف نفسه بيطلع هو ده كايتو، ودي شخصيته في الحقيقه، يعني في اللعبه مجنون وفي الحقيقه جن. وكايتو اول لما بيشوف تشينو بيجري عليه وبياخده في الحضن وبيقول له القائد بتاعي اخيرا شفتك على الحقيقه. بعدها بيقعد تشينو بيعرف سوزي شويه حاجات في اللعبه عشان تطور من لعبها، وبيجي عليهم كايتو وبيقول لتشينو عندي مهمات ايه النهارده يا قائد. وبعد كده بنشوف واحد من اعضاء الفريق الفيل الازرق بيشتري شويه قطع من السوق عشان يطور اسلحته، وبيجي خبر له ومنظمه كسرت الرقم القياسي بتاعه من جديد. وتشينو بياخد الفريق بتاعه وبيتمشى في السوق بيشتري شويه حاجات كده، وكايتو بيكون عامل زي الطفل اللي بيجري على اي حاجه يشوفها، وبيروح بعدها لتشينو بيقول له هتشتري ليه يا قائد. وسودي بتسال تشينو اي من الاسلحه دي يعتبر اقوى، وتشينو بيرد عليها وبيقول لها ان كل اسلحه بيناسب الشخص اللي بيلعب بيه بس ما فيش سلاح اقوى من التاني، المهم تكون عارفه تلعبي بالسلاح بتاعك. وتشينو بيدور على السلاح مخصوص ومش بيلاقيه في السوق، بيروح لتاجر وبيعرض عليه يبدل معاه خيوط العنكبوت قصاد قطع من الذهب. وبعد كده بنشوف صاحبنا مع فريق الفيل الازرق عند مجموعه من القضاء وبيكون في مشكله بسبب كسر الرقم القياسي الاخير ليهم. التاجر اللي في السوق بيعرف انه واقف دلوقتي مع تشينو وبيحاول يتفاوض معاه على البضاعه الجديده، وتشينو بيكون صعب جدا انك تضحك عليه في السوق، وبيكون في اتنين بيراقبوا تشينو من بعيد. وساعتها تشينو بيتحرك من المكان بسرعه ويروح لحته في اللعبه اسمها الاراضي المتدمره، وكايتو بيشتري سلاح جديد. ساعتها بيحس ان في حد في المكان بيراقبهم ويطلع يجري كايتو عشان يكشف من الشخص ده، وبيكتشف مكان الشخص ده وبيهجم عليه. اتنين بيدخلوا في قتال سوا وكايتو بيفضل يسد الضربه ومش بيكون شايف الخصم بتاعه فين. ومره واحده الخصم بيستخدم كويتو وبيبعد كايتو عنه بمسافه بعيده، وبيظهر مره واحده جان بشخصيته الجديده. واول لما بيشوف تشينو بيقول له ازيك يا قائد انت هنا، وجان بيكون في نفس المكان عشان يدور على مهمه جديده. وبيساله تشينو اخبار شخصيتك الجديده بتاعتك ايه، وبيرد عليه جان انه بيحاول يطور من لعبه بس الشخصيه دي احسن بكتير. تشينو بيديله شويه معلومات عن شخصيه واسماء الفريق اللي بتلعب بيه، وكمان بيديله اسلوب اللعب بتاع الشخصيه دي قريب لاسلوب اللعب ده اللي محتاجه جان عشان يطور الشخصيه. وبيشكره جان جدا وبيقول لكايتو الغريب في الموضوع ان انا كنت حاسس ان احنا بنتراقب في المكان ده. بيرد عليه شينو بيقول له لا لا احساسك صح يا كايتو احنا بنتراقب بس من فوق. وفعلا بيكون في فريق من اللعيبه بيهجموا عليهم في الوقت ده ومحدش بيكون عارف هويه الفريق ده ايه. وشينو بيدخل في قتال مع واحد فيهم وكايتو كمان بيكون نازل طحن في الفريق ده، وبيطلع يجري كايتو جوه دايره سحريه وقدراته بتزيد جدا في القتال، وحرفيا محدش بيقدر يصد ضرباته من الفريق اللي قصاده. وكايتو نفسه بيستغرب من القوه اللي وصل ليها، وكل ده بسبب المجال السحري اللي بيمتلكه جان في الشخصيه الجديده. واي حد بيدخل الدايره دي قوته بتزيد اضعاف في القتال، والدايره بتختفي فجاه. وبنعرف من تشينو ان الدايره دي لها مدى وهي 20 ثانيه بالظبط. وتشينو بيسحب السلاح بتاعه عشان يبدا هجوم هو كمان، وبيكون عنده قدره انه يصنع مجال سحري. وسوزو وكايتو بيستغلوا المجال السحري ده وبيهجموا على فريق الخصم، وحرفيا بيطحنوه تحت. وبيجي الدور على تشينو بيجهز السلاح بتاعه وبيفضل يضرب نار على فريق الخصم، وجان بيجهز مجال سحري لتشينو وبيهجم تشينو على 3 من الصيادين ومش بياخدوا في ايده ثانيه. وسوزو هي كمان بتدخل في القتال ومعاها كايتو. بصراحه الفريق كله بيهاجم في وقت واحد ويكون ما بينهم تجانس رهيب، وتشينو بينسحب من القتال وبيجهز مجال سحري للفريق بتاعه. وسوزي وكايتو وجان مش بيسيبوا الفرصه لحد يلمسهم، مهارات الفريق بتزيد في القتال بسبب التعاون ما بينهم. وبيجي الدور على تشينو يهاجم هو، وساعتها بيجهز جان مجال سحري لتشينو. بصراحه التعاون بين الفريق ده مودي الفريق في حته تانية، وكده بيخلص تشينو وفريقه على الفريق اللي قصادهم بكل سهوله. وبيجي واحد تاني من فريق الفيل الازرق وبيهجم على تشينو وبيقف في طريق كايتو، وبيكون بقيه الفريق الفيل الازرق بيتابع القتال، وخصوصا ان تشينو وفريقه لسه كاسرين رقم الكاس دلوقتي. والقتال بيكون شغال ما بين كايتو والصياد اللي قدامه. بيتدخل تشينو في القتال وبضربه واحده بتدحرج الصياد على الارض زي شوال البطاطس بالظبط، وبيفضل يضحك عليه كايتو وعلى شكله. وبيدخل في الوقت ده بقيه اعضاء الفريق الفيل الازرق، والاول مره بيظهر قائد الفريق الحقيقي لوشان، وتشينو بيستقل بيه هو وفريقه وبيتحداه واحد من الفريق انه يواجهه من تاني واحد لواحد. والاخبار بتنتشر في اللعبه والفريق الفيل الازرق بيقلق، وخصوصا ان لو خسر في القتال ده هيخسروا اسمهم بشكل كبير جدا. وبنلاحظ اللي ورا الموضوع ده كله قائد الفريق اللي جاي مكان تشينو، وبيكون عايز ينتقم من تشينو، وخصوصا انه كسر الرقم القياسي في السيرفر بالعبيط جدا. تشينو بيتكلم مع جانو وبيقول له انا محتاجك معايا الفتره الجايه، وبيشجعه بيقول له انه هيكون واحد من اللعيبه المحترفين، وده بيدي ثقه كبيره لجان في نفسه. وبينتشر خبر في اللعبه ان تشينو وفريقه كسر الرقم القياسي الجديد في الارض المتدمره، وتشينو بيستعين بحساب المديره عشان يدخل بالتحدي. وفعلا بنشوف تشينو
بيلعب بحساب المديره وداخل في قتال مع الصياد اللي في فريق الفيل الازرق، وبيفضل يستفز فيه تشينو وبيهجم عليه الصياد وبيكون عنده قدره على الاستنساخ. المديره بتقلق ساعتها، على عكس تشينو بتكون اعصابه هاديه جدا، وتشينو بيجهز سلاحه وبيبدا يضرب عليه نار، والمديره بتتفاجئ ان شخصيتها قادره تعمل كل الحركات دي، وبيفضل يهرب الصياد من تشينو، وبعدها بيقف الصياد وبيصد الهجوم بتاع تشينو وبيهجم عليه، وساعتها بيرمي تشينو السلاح اللي معاه وبيغير اتجاهه وبيجي من ورا الصياد وبيديله ضربه كده وبيطيره في الجو. بعدها بيمسك السلاح بتاعه من تاني وبيضرب عليه نار. كده بيكسب القتال بكل سهوله وفي زمن قياسي كمان 40 ثانيه، وبينتشر خبر في اللعبه بخصوص هزيمه عضو من اهم اعضاء فريق الفيل الازرق. الخبر بيوصل لقائد تشان في الشغل وبيقعد يتفرج على القتال، ومتوقع ان حركه رمي السلاح ديت عشان تشينو يزيد من سرعته وما تجيش الا من لاعب عنده خبره كبيره في اللعب، وكمان كسر الرقم القياسي في السيرفر العاشر. بيفضل يضحك القائد ساعتها وبيكون مستغرب جدا في واحد محترف في السيرفر 10. بيسال شان تعرف ايه عن الكلام ده، بيتوتر ساعتها وبيقول له انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وبيعمل نفسه عبيط. وجون القائد بيكون ذكي جدا وبيفضل يفتح في احصائيات تشينو لحد ما بيوصل للاعب ما لعبش غير مره واحده بس مع تشينو، وهو ده شان. لما كان متنكر وراح يساعد تشينو بيقول لجون ان اللاعيبه لسه مبتدئه في سيرفر 10، مستحيل يكسروا الارقام القياسيه دي بالطريقه دي، اكيد في حد بيساعدهم من بره. وشان بيقرر انه يهرب بسرعه، بس بيقول له جون على فين وبيند عليه وبيقول له تعال اتفرج اكتر، رقم قياسي كاسرينه كان بعد مباراتنا الرسميه. توقع جون اللي حصل بالظبط من الاحصائيات، وان يوهان كان مختفي مع الفريق تشينو وسرق منهم استراتيجيه اللعب وما كانش مركز معانا في اخر الماتش لانه كان مضيع مجهود معاهم. وفعلا كل كلام جون بيكون صح، وفي الوقت ده شان بيتوتر جدا، ومن طريقه لعب تشينو بيتوقع جون ان هو ده اللاعب الاسطوري تشينو المعتزل. ومش كده وبس، لا ده بيتوقع ان اللاعب اللي ساعده في كسر الرقم القياسي هو شان، وبيزنق جون اكتر في الكلام وبيقول لشان انت اليوم ده اختفيت بالليل وخلاص كده ما عادش فيه مفر. وبيعترف شان بكل حاجه، وبنروح للمديره وسوزي وبيكون في اخبار منتشره في اللعبه عن احصائيات تشينو والفريق المذهله، وعارفين ان المقاله كتبت كل حاجه عن تشينو. وبعد كده تشينو بيقعد على الجهاز بتاعه وبيفتح حسابه، بيقول له سامي شان وبيقول له ان كل حاجه انكشفت خلاص. بيسال تشينو ازاي ده حصل، بيرد عليه شان وبيقول له القائد بتاعي ذكي جدا وقدر يكشف كل حاجه. وتشينو بيرد عليه طيب ما هو معنى كلامك كده انت كمان انكشفت. وفعلا القائد بيكون واقف ورا تشان وبيقرا كل الكلام وبيقول لتشينو بصراحه انا اعترف ان جون ذكي جدا بس ايده مشلوله في اللعب. بيقول له تشينو بكل برود مش هيغير حاجه، جون فعلا ايديه مشلوله. وبيوصل له رساله جون انه عايز يدخل معاه في قتال، وبيوافق ساعتها تشينو انه يدخل معاه في القتال، وبنروح لارض المعركه والاثنين بيقفوا قصاد بعض. وشكل كده جون مش سهل خالص في اللعبه، وبيبان انه شخصيه قويه جدا. ويبدا تشينو بالهجوم، وجون بيجمع طاقته وبيهجم بيها على تشينو، وتشينو بيقدر يحول السلاح بتاعه لدرع وبيصد الهجوم بتاعه. جون مش بيسكت وبيجمع قوته من تاني وبيهجم بيها على تشينو. تشينو بيفضل يهجم على جون وجون بيصد كل ضربات. بعدها تشينو بيطير في الجو وبيغير من شكل السلاح بتاعه وبيضرب نار على جون. ساعتها جون بيحول السلاح بتاعه لدرع وبيصد ضربات تشينو، وبيغير تشينو مكانه وبيجي من ظهر جون. وجون كان مجهز له فخه بس بيقدر يفلت منه تشينو بكل سهوله، ويهجم تشينو عليهم من سرعه الاثنين على الكيبورد. بنعرف ليه تشينو مسميه المشلول. وبيخلص الجيب بانسحاب من جون بعد ما بيحصل انفجار كبير في ساحه المعركه. وجون بيقول لتشينو شخصيتك اللي بتلعب بيها متميزه جدا، وخصوصا سلاحك فريد من نوعه، مشكلتك الوحيده الليفل بتاعك لسه قليل وده هيأثر على لعبك شويه. وفعلا تشينو بيكون فاهم كل الكلام ده. وبعدها جون بيقوم من على الجهاز بتاعه وبيقول لشين اقعد اتفرج وحل القتال، لان تشينو يعتبر من اقوى اللعيبه في اللعبه دي. وتشينو بعدها بيقعد على الجهاز بتاعه وبتيجي عليه سو بتكون متنكره، والمديره بتكون مستغربه من شكل البنت دي. وبيقول تشينو المديره تقريبا كده انت المفروض تروح تنامي. وفعلا بتروح تنام، وبيسالها تشينو انت بتعملي ايه هنا في الوقت ده. بترد عليه سو بتقول له انا زهقانه من قعدتي في البيت. وبتساله اقعد على جهاز فين، بيقول لها تعالي على الجهاز اللي جنبي. وتشينو بيرجع تاني لسو، بيلاحظ ان في ناس بتتابعه. مره واحده بيقدر يختفي من المكان كله وبيطلع يجري من فوق البيوت، وبيضرب عليه نار. تواصل شينو مع اعضاء الفريق بتاعه عشان يطمن عليهم، وكلهم فعلا بيكونوا مطاردين. بيدور واحد من الصيادين عليهم جوه، وهو بيبص في البير بيقع فيه وبيسمع صوت بيقول له انت جيت للموت برجليك. وبيهجم عليه كايتو من ظهره. اول لما بيشوف الواد ابو نضاره بيفضل يصرخ وبيقول له اصبر بس هفهمك. وبيقول له انا مش من الناس اللي بتطاردك صدقني. وبيساله كايتو امال جاي تعمل ايه هنا. بيرد عليه الواد ابو نضاره وبيقول له انا جاي هنا عشان اساعدك. وبيطلع الواد ابو نضاره ده عارفه وعارف فريقه، وهو واحد من معجبين من كايتو. ساعتها كايتو بيغير في نفسه وبيقول انا ما عنديش وقت للتوقيع ليك، انا دلوقتي ماشي ومش فاضي خالص. والواد ابو نضاره بيبعت له طلب صداقه في اللعبه وبيقبل كايتو وبيطلع يجري. وفعلا بيكون في مجموعه من الصيادين مستنيه فوق، والواد ابو نضاره بيطلع وراه. اول لما بيطلع بيقع على الارض على طول، وبيشوف كايتو وهو طالع يجري فوق البيت، ومن وراه بيجري الصيادين وبيكون عددهم كبير جدا. بيفضلوا يضربوا نار على كايتو. كايتو بيحاول يهرب منهم باي طريقه، والواد ابو نضاره بيكون لسه متابع كايتو وياخد باله من توزيعات اللعيبه، وبيدخل يتكلم مع كايتو على الخط وبيدله على طريقه الهروب. وكايتو فعلا بيسمع كلامه وبيفضل يتنطط من بيت للتاني لحد ما بيختفي تمامه قدام اللعيبه. وكايتو اول ما بيستخبى في البيت بيلاقي في وش الواد ابو نضاره وبيهجم عليه، وبيقف الواد وبيقول له انا صاحبك انت نسيتني ولا ايه. وبيستغل الواد ابو نضاره السلاح اللي معاه كايتو لانه ضعيف جدا، وبيفهم كايتو ان السلاح ده ارخص سلاح عشان كده القائد بتاعي اشتراه. واستغرب برضه اكتر ان كايتو قدر يكسر رقم قياسي مع تشينو، كان بيستخدم السلاح ده. بس بيتواصل تشينو مع كايتو بيقول له عندك كام واحد من الاعداء. بيقول له كايتو استنى اسالك صح
صاحبي. وبعدها بيرد عليه وبيقول له عندي 10 من الاعداء. ساعتها بيستغرب جدا تشينو وبيقول لنفسه مين صاحب كايتو ده، وساعتها بيطلب من تشينو ان يقابله في الغابه. وكايتو بيودع صاحبه وبعدها بيخرج من الشباك وبيحذره صاحبه يقول له المكان ده مراقب وتعالى نخرج المكان تاني. فعلا بيغيروا اتجاههم وبيروح المكان تاني. وتشينو بيسال سو ايه الاخبار عندك، بترد عليه وبتقول له انا كمان عندي 10 لعيبه كلهم مستوى 33. واستغرب تشينو ان ازاي في فريق واحد كلهم نفس المستوى وعددهم كبير جدا كده. وبنشوف قائد فريق تشينو القديم ورا الموضوع ده كله بيتكلم مع عضو من فريق الفيل الازرق وبيعرض عليه انه ينضم معاه ضد تشينو. والتحالف ده بيضم 7 فرق كبار في اللعبه، ولو الفريق الفيل الازرق انضم ليهم هيكونوا ساعتها 8 فرق ضد تشينو. وبنروح لتشينو وبيكون عمال يجري في الغابه وبيتنطط من شجره لشجره. وتشينو قاعد شايل هم الدنيا بيدخل يكلم صاحبه تشان وبيفضل يقول له عايزك تتحداني 1 في 1. وتشينو بيقول له خليك مره تانية احنا مش فاضيين خالص دلوقتي. وبيفضل شان يزن عليه وبيكرر كلامه. بصراحه كده الواد ده لكاك جدا وبيزهق منه تشينو وبيقول له تعالى على الغابه عشان يدور على شيء. بلاقيه مره واحده ظهر في وشه وبيكون في عدد كبير جدا من اللعيبه جايين عليهم. بيسالوا شان ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل ده؟ بيقول له انت مش كنت عايز تقتلني؟ اتفضل يلا ابدا. شان بيقول له انت ليه جايبني هنا عشان تموتني ولا ايه؟ كل دي لعيبه. وبيفضل يضحك عليه تشينو وبيقول له امال انت فاتح صدرك عليا ليه وعمال تقول لي اتحداني اتحداني. شان بيساله سؤال ليه كل اللعيبه دي بتجري وراك؟ وبيقول له تشينو عشان كسرت كذا رقم كاسب السيرفر ده. وبيفضل يضحك عليه شان وبيقول له انا حذرتك كتير قبل كده. وبيسيبه تشينو بيطلع يجري وبيجري فريق منهم وراه. والفريق وهو بيجري ورا تشان بيقول له واحد فيهم احنا بنجري ورا ليه؟ ده شكله لسه بادئ اللعبه وما قولوش فيها وهنضيع وقت على الفاضي معاه. تعصب جدا شان من كلامهم بيطلع يجري وراهم وبيفضل يصيح وبيتكلم كتير كالعاده لحد ما الفريق اللي قصاده بيزهق منه وبيقف مره واحده وبيفضل يتريق عليهم شان لحد ما واحد فيهم بيقول له ادخل معايا في قتال. ويطلع يجري واحد فيهم علشان يخلص منه ومن الصداع بتاعه بس بضربه واحده من شان بيقع على الارض. وبيفضل يضرب فيه شان من كل اتجاه وهو عمال يتكلم كتير بيقول له اتفرج على قوتي السلاح بتاعي عامل ازاي. وشان بعد ما بيخلص معاه قتال بيبص للسيف بتاعه وبيقول لنفسه السيف اللي معايا ده ضعيف جدا. فبيبص له كده ازاي ما يكون عايز يسرقه منه. الواد اللي قصاده بيحضن سيفه كده بتاعه وبيطلع يجري وشان مش بيسيبه في حاله بيطلع يجري وراه وبيعرض عليه شان انهم يبدلوا اسلحه مع بعض. وبيهجم عليه شان وبياخد منه السلاح بتاعه. وشان اول ما مسك السيف بيلاقي تشينو جاي من ظهره وبيلف وشه بسرعه وبيهجم على تشينو وبيقول شان لتشينو يا عم انت مش جاي من وراك غير المشاكل. بيرد عليه شينو بيقول له مش انت اللي قلت لي عايز تيجي عندي؟ وبيقرر ساعتها شان انه يدخل في قتال مع تشينو. بيفضل يهجم عليه وتشينو بيفضل يسحب فيه لحد ما بيتقلب تشان على وشه. بيروح لعند تشينو وبيقول له ما كنتش اعرف المهاره دي انت بتستخدمها جديد. المهاره دي بتستخدمها جديد ولا ايه؟ وطاقه شان بتقرب تخلص وتشينو بيديله شويه من عنده بيقرب منه جيش من اللعيبه. وطبعا تشينو بيقوم بالواجب معاهم ونشوف اللعيبه عماله تتكلم مع بعض وتقول مستحيل حد يقدر على تشينو. وبنرجع لشان وبيفضل يتكلم كتير لحد ما بيحس بصداع. بيفضل تشينو وسو يضحكوا عليه وتشينو وشان بيقفوا فوق الشجره وبيقرب منهم عدد كبير جدا من اللعيبه. بيحس انهم خلاص كده اتحاصروا من كل اتجاه. وشان بيقول لتشينو تعالى نهرب من الاتجاه ده عشان في عدد من اللعيبه اقل. وبيقول لشين نهرب ليه احنا قدها هننزل نحط عليهم بكل سهوله. وبنشوف قائد فريق تشينو القديم قاعد الان خصوصا انه خسر 3 لعيبه بسبب تشينو وشان بس. وبدل ما بينسحب بقيه الفريق بيوزعهم عشان يرجعوا يحاصروا تشينو وتشان من تاني. وفعلا تشينو وتشان بيتحشروا من كل مكان ومش بيكون في حته يهربوا منها لحد مره واحده بتضرب على اللعيبه نار. وبنشوف فريق تشينو بدا يتدخل في القتال وسوزي كل ما بتقابل حد في طريقها بتمسح بوش الارض. وكل فريق بيكون شغال قتل في اللعيبه وشان بيصطاد واحد من اللعيبه مهاراته عاليه شويه وبينزل في ضرب يمين شمال ومش سايبه في حاله. وكايتو بيكون شغال قتل في اللعيبه بيخلص عليهم وهو ماشي بيطلع في وش صاحبه وبيضربه بالغلط. وشينو بيجي له طلبات من زباين في المحل وهو بيلعب. بيجي على اخر مجموعه من اللعيبه وبيسمعوا صوت الزبائن في مايك تشينو وبيتهب لهم بيعرفوا ان تشينو شغال. وفي نفس الوقت ده بيحط عليهم تشينو بيوزع الفريق بتاعه وبيحاصروا اخر اللعيبه وبيخلص عليهم بكل سهوله. بيرجعوا اللعيبه يتجمعوا في مكان تاني وبداوا يسالوا بعض في حد يقدر يخلص على تشينو وفريقه ولا لا. وطبعا ما فيش حد بيقدر على تشينو ولا فريقه. وبيكلم تشينو مع الفريق بتاعه وبيقول لهم احنا هنستمر زي ما احنا في كسر الارقام القياسيه ومحدش هيقدر يقف في طريقنا ابدا. وشان بيقول لتشينو مين هيفضل موجود معاك في الفريق بتاعك يا مجنون. وطبعا الفريق كله بيوافق انه يكمل مع تشينو. وبعدها كايتو بيقترح على شين انهم يروحوا ارض كانون وشان بيعترض وبيقول لهم احنا نروح نكمل مهمات. تشينو بياخد ساعتها راي الاغلبيه الكل بيوافق على حوار الارض. وتشينو بيروح يعمل 2 اندومي له ولسو. بيبص الفريق ساعتها وبيحس ان ربنا فعلا عوضه بفريق شغال احسن من الاول. هو مش شرط انك لما تمشي من مكان تزعل يمكن ربنا كاتب لك خير في مكان تاني احسن. وبعد كده بنروح لشركه فايف وبيكون واحد من اتقل اللعيبه في اللعبه. وبنشوف 2 من اللعيبه عايزين يطلبوا حاجه من القائد فايف. هو لما بيدخل عليه قاعده التدريب بيلاقوه متعصب جدا فبيخافوا وبيمشوا. وبيروح اللعيبه لمساعد القائد فايف عشان يطلب منه طلب. وبيقول له مساعد القائد عينيا الاثنين هخلص اكل واقعد اسمعك. وبيفضل قاعد ياكل ساعه حرفيا حاجه في قمه الملل. وبعد ما بيخلص اكل اخيرا بيقعد وبيشرب شوربه بكل برود. وبعدها بيسال اللاعب انت عايز ايه وبيقول له اللاعب ان في قلق حاصل في سيرفر العاشر وبيدي له فلاش عليها لعب شينو. يروح بعدها مساعد القائد للقائد فايف وبيوري له كل حاجه عن تشينو حتى فريق تشينو كمان بيتجمعوا عنهم معلومات. وساعتها بيتوقع انه اكيد ده تشينو البطل المعتزل. وبيقرروا الاثنين انهم يتاكدوا من الموضوع ده بنفسهم. وبعد كده بنشوف تشينو مجمع الفريق بتاعه رايحين على ارض كانون يعملوا مهمات هناك. ومره واحده يحصل هجوم عليه
عليهم ويتفادى تشينو في اخر لحظه، وتشينو بيلاقي قدامه مساعد القائد 5 ومعاه الفريق بتاعه، وتشينو بيهجم عليهم وبيوزع مساعد القائد 5 المهمات على فريقه. وفعلا كل واحد فيهم بيهجم على تشينو، وتشينو بيتفادى كل ضربتهم وبيحاول السيف بتاعه لمدفع وبيضرب عليهم نار، وبيفضل مساعد القائد يوجه في الفريق بتاعه، والفريق مستمر في الهجوم على تشينو، والفريق بيكون منظم جدا في الهجوم بتاعه بس على مين. وبعد كده تشينو بيطلع يجري وبيسحب اعضاء الفريق وراه وبيعمل فخ وبيوقعهم الاثنين فيه، وبعدها بيطير في الجو وتشينو بيقدر يهرب منهم بكل سهوله. ساعتها بيتدخل مساعد القائد 5 وبيجمع كتب بيهجم بيه على تشينو، وساعتها بيظهر 5 في القتال وبيهجم على شينو بكل شراسه، وبيفضل شين يصدف هجماته وبيبقى كده في موقف وحش جدا، وبيجمع شينو كوتو من تاني وبيهجم على 5 ويقدر شينو يصد ضرباته ويحول السيف بتاعه، وبيستغرب 5 جدا من السلاح اللي معاه، وبيفضل القتال شغال ما بين الاثنين، وتشينو المره ديت بيهجم على 5 وبيسد هجومه بالعافيه. وساعتها بيتاكد 5 ان اللي قدامه ده تشينو البطل معتزل، والقتال بيفضل شغال بين الاثنين، وبيقول له انت اللي اعتزلت وسبتني، انت فاكر ان احنا كنا بنعمل ايه زمان؟ بيلاقي سيف شكله احسن شويه مع اللاعب اللي قصاد، وبنرجع ل9 سنين ورا وبنشوف تشينو هو في مواجهه 5، والاثنين كانت مهاراتهم في حته تانيه، وكل واحد كان له اسم في اللعبه، والاثنين كانوا دايما ضد بعض. حتى في البطولات الرسميه كل واحد فيهم كان بيلعب باسم الفريق، والاثنين كانوا حرفيا مهاراتهم عاليه. وفي اول بطوله ليهم كسب تشينو، وبنرجع للحاضر والقتال بيكون شغال لسه بين الاثنين لحد ما تشينو بيسحب السيف بتاعه وبيجمع كوتو بضربه واحده منه بينهي القتال، وبيقول له 5 انت ازاي قدرت ترجع من تاني؟ بيرد عليه تشينو بيقول له انا روحي في اللعبه دي. وبعدها الاثنين بيقلعوا السماعات بتاعتهم، بيخلص الجيم على كده والدنيا بتشتم، وبيقف تشينو في الشتاء وبيفكر هيعمل ايه في السنه اللي هيعتزل فيها البطولات. وبكده يا عزيزي بيخلص الموسم الاول من حكايه تشينو. فلو الحكايه عجبتك انزل عرفني تحت في الكومنتات، واشترك في القناه وما تبخلش علينا باللايك بتاعك. سلام واشوفكم على خير في المره الجايه.